يفتقد الرجاء الرياضي في مباراته القادمة أمام النادي المكنسي برسم الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي المغربي لخدمات آدم نفاتي وياسر بالدي للإصابة، وكذلك أنس زنيتي. وأصيب النفاتي خلال مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي. كشفت الفحوصات التي خضع لها أنه يعاني من إصابة بالعضلة الخلفية للفخذ. سيغيب النفاتي عن المباراتين القادمتين غالبا أمام كل من النادي المكناسي والمغرب التطواني، ومن المتوقع عودته بعد فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر. أما المدافع الغيني ياسر بالدي فيواصل غياب منذ مباراة الجولة الثالثة أمام أولمبيك أسفي بسبب الإصابة، وتشير التوقعات إلى غيابه كذلك عن المباراتين القادمتين. نتمنى أن يستعيد المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو في استرجاع القائد أنس زنيتي واللاعبين السابقين، حيث تعول جميع الجماهير الرجاوية على جميع اللاعبين من أجل التحدي للمباريات الكثيرة لهذا الموسم في البطولة الاحترافية وكأس التميز وكأس العرش، إضافة إلى دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، وهو الموسم تعتبره الجماهير الرجاوية فرصة من أجل تحقيق لقب طال انتظاره.